السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. موضوعنا اليوم مهم ومؤثر بامتياز. غادي نتحدثوا على القصة الشابة إيمان بنت مدينة تازة اللي قصتها تحولت من مأساة شخصية إلى قضية رأي عام هزت المغاربة كاملين. غادي نشوفوا جميع التفاصيل اللي خلت إيمان تطيح ضحية العنف والظلم وكيفاش وصل التضامن للأسرة الملكية. إيمان هي شابة مغربية في عمرها 25 سنة، وهي أم لطفل عنده 4 سنوات. البداية مأساتها كانت صعيبة بزاف. إيمان تعرضت في البداية للاغتصاب من طرف الشخص اللي ولا طليقها من بعد ما حملت اضطرت باش تتزوج بيه عن طريق القضاء. خدت إيمان هذا القرار الصعيب ودخلت معاه في الزواج، كان الهدف منه الأساسي هو إثبات النسب وولدها وحمايته. وهاد الزواج خلاها دير تنازل في المحكمة اللي خفف الحكم ديال الحبس اللي كان عنده. الفترة اللي دوزت معاه كانت كلها عنف جسدي ونفسي، والمشاكل والشكايات ما كانتش كتسالي. ملي طلقت منه باش ترتاح بدا كيتبعها وكيهددها، حيث كان كيشوفها هي اللي سبب ديال حياته. بعد ما رفضت إيمان الطلب ديالو في التنازل ديال الشكاية الأخيرة اللي دارت ضده، نفذ التهديد ديالو بشكل مروع. هاجمها في الشارع العام واستعمل السلاح الأبيض الموس باش يشوه ليها وجهها بطريقة وحشية وبشعة. وهذا الاعتداء خلى إيمان تعاني من إصابات خطيرة جدا، وتخيطت ب130 غرزة في الوجه. وأكثر ألما هو أن ولدها الصغير ولا كيخاف منها وما كيقدرش يشوف ملامحها جديدة ومبقاش كيعرفها. والقصة ديال إيمان هزت المغاربة كاملين وخلتهم يتضامنوا معها ويطالبوا بالعدالة. الغضب الشعبي الواسع اللي ناض بسبب هذه الجريمة خلى القضية توصل لأعلى المستويات في الدولة. جاءت التفاتة إنسانية كبيرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة مريم، رئيسة الاتحاد الوطني للنساء المغرب، اللي عطت تعليمات باش يتكلفوا بحالة إيمان تكفل شامل وكامل. صراحة فرحنا بزاف من شوفنا صوت ديال إيمان وصل. وأكثر من هادشي كله هو التدخل الكريم لصاحبة السمو الملكي الأميرة مريم وهاد الالتفاتة الملكية، والحمد لله هي اللي رجعت لها الآمال وخلتنا متأكدين باللي العدالة والحماية ديال النساء كاينين. والحمد لله اللي فرحنا كاملين بوقوف الأسرة الملكية مع إيمان. ما تنسوش تخليو لنا التعاليق ديالكم، وبسلامة عليكم مع فيديو آخر إن شاء الله.